اليوم غادي نجربوا اطول قطار في العالم حنا فوق دابا اطول قطار كاين في العالم. اللي غادي يضرب بين الصحراء الموريتانية. اكثر من 20 ساعة وحنا فوق القطار الحديد. حاليا حنا كنتسناو اطول قطار في العالم اللي غادي نجربوا هاد التجربه هادي اللي غادي تكون من هاد البلاصه. حنا وقفنا في نص الطريق، الصحراء هنايا كاين والو. تقريبا التران غادي يضرب بينا اكثر من 24 ساعه، وفي الرجعه يقدر يضرب بينا اكثر من 16 ساعه بحال هكا، كل 10 سوايع حاجه نزلوا قبل. من هنا من هاد البلاصه غادي يدينا التران، غادي يقطع بينا واحد المسافه طويله. المهم عندنا 24 ساعه من هاد البلاصه حتى لاخر محطه ديالو، اللي غادي تكون تجربه صعيبه بزاف، وخصنا نديو معنا ضروري الماكله ديالنا وبزاف ديال الحوايج. المهم انا جيت لموريتانيا فقط على ود التحدي باش نجرب اطول قطار في العالم. وي ميسيو Send me message. جود باي. Thank you. ودعنا صديقنا طريق وكل واحد شد الطريق بسبب اختلاف الخطط. التران غادي يجي تقريبا مع 8. حنا كاملين دابا كنتسناو التران اللي غادي نمشيو فيه ان شاء الله كاملين. هنايا غادي تشوف الناس كيجيو لي من كل انحاء العالم كلشي. اخطر تجربه غادي ندوزوها. جينا فيه خاوي غادي نمشيو فيه عامر. هذا عامر بالحديد، هادشي كامل حديد كامل. جينا تقريبا اكثر من 16 ساعه حنا في داك التران الخاوي، وعاودنا رجعنا في نفس الوقت في التران اللي عامر. غادي يضرب بينا تقريبا واحد 6 سوايع حتى نوصلوا واحد المدينه، غادي نهبطوا غادي نمشيو بحالنا. هادشي كامل الحديد، من هنا كيستخرج الحديد من هاد البلاصه، هادشي كامل. ها هو كيتحرك، راه كيدير شي فرانات خطيرين بزاف. بون فواياج. الكون من استراليا واحد من بولندا، هادو كاملين هاد الربعه هادو بغيتهم يديروا نفس التجربه. لقيناهم صراحه طالعين، عاد سولتهم قلت لهم واش نتوما غاديين ديروا هاد البلان هذا. عاد ديك الساعه طلعت تجربه الموت، والله الا تجربه الموت. واحد الريحه في هاد الحديد خانزه. تقريبا شي 24 ساعه ماكلين، هاي الماكلين اللي جبناها باقا هاي، شوف باقا الماكله اللي جبناها هاي. ما كونسوميناش كاع الماكله هنا والو، غادينا في التران. الطراجي الاول جينا فيه خاوي، كانت اسوء ليله غندوزها في حياتي. قمه البرد والريح والعجاج ما يمكنش ما تصوروهمش. الطراب كامل دخل علينا اللاطون. دابا الحديد كامل كيرجع ليا لعيني. كنشوف البقاء خبز بالبيض عمر بالحديد، اش كلنا راسنا. تجربة صعيبة بزاف. قربنا وصلوا للوجهة، الشمس قربت تغرب، حنا باقيين في هاد القطارات. قربت تغرب تقريبا. هذا هو النهار الثاني حنا راكبين في هاد القطار، البارح الليل واليوم. سي بون كي جاتك اخويا هاد التجربة؟ شوف تجربة واعرة ديال بصح. عاجبك تشوف هو المنطقة اللي كاين حاليا. الشمس غربات، اذا ضربنا 24 ساعة، طاح علينا الليل وحنا باقيين في القطار، اطول قطار في العالم. ضربنا 24 ساعة وحنا في وسط القطار. دابا طاح لنا الليل والبرد، البرد ديال بصح. عزاز باش كنهضر معاكم، وباقي ما وصلناش للوجهة اللي غاديين ليها. باقي لينا تقريبا شي 20 كيلومتر باش نوصلوا للوجهة اللي غاديين ليها، اللي هي مدينة شوم. باقي ما وصلناش ليها، ان شاء الله قريب نوصلوا ليها، غادي نباتوا فيها، ودا ان شاء الله غادي نعاودو نكملوا الطريق.
وقفش لينا في البلاصه اللي كنا غادي نوقفوا فيها، لذلك جابنا حتى نواضيفو ضرب بينا اكثر من 24 ساعه حنايا في الطريق. تخيل معايا ضربنا الدراب خاوي ضرب بينا اكثر من 18 ساعه من اول محطه حتى اخر محطه، ورجعنا فيه عامر في نفس الوقت، لا استراحه لا والو، كان عامر ورجعنا فيه. صحابنا غيوقف واحد المدينه اللي جات بين النص بين نواضيفو وبين اخر محطه اللي هي الزويرات، ولكن موقفش نهائيا حتى شي مدينه، بقى غادي مسيري فوق شويه غادي دابا حتى نواضيفو البلاصه اللي كنا فيها في الاول بحال ما درنا والو، حنا اصلا كنا راكبين فيه. جربوا في نفس الوقت انه يقربنا اكثر لمدينه شوم، ولكن ما درنا والو، ما استغليناش هاد التران هذا واللي استغلنا هو اننا ما كناش معولين عليها. انا ضربنا 24 ساعه واحده اخرى في التران ما متشاحين لا والو، في نفس الوقت ما عندناش الماكله، ما عندناش الماء، ما عندناش بزاف ديال الحوايج، ومكنتش ليش نهائيا نضربوا في 24 ساعه واحده اخرى في هاد الحاله هادي. جيت فيها بالبعشاش وش عطاني السؤال ما قادرش نهضر هاكا. يلاه كانت شرقات كبيره دابا شي ساعه يلاه شرقات. الاخ صاحب الفكره باش نرجعوا بهاد الدراري هو هذا واحد تعرف ساكوشاج، تعرف اسمها الساكوشاج ولا حوفر بلاد، واللي قال لك يلاه رجعوا في هذا يلا ريح ارجعوا والو يلا رجعوا تبعتي واحده فهمت. هز واحد قنيت عليها كيف غيدير هاد الفرانات، خايبين بالليل كيبقى يضرب راسي مع هاديك الحديده جا واحد المعاناه. اخيرا وصلنا لواديبو